الحالات اللي ما ينفعش فيها زراعة الأسنان أبدا ما بقتش متعلقة بالفم والأسنان، بقت متعلقة بالطب البشري. يعني أقصد مريض مهمل في السكر، نسبة السكر عالية جدا عنده، ده ما ينفعلوش زراعة إلا لما ينظم نسبة السكر ويبقى السكر في الدم منتظم، ساعتها نقدر نعمل زراعة. مريض مدخن بشراهة يعني بيدخن عدد سجاير كتير جدا في اليوم، ده برضو ما ينفعش ان احنا نعمل له زراعه الا لما يمتنع عن التدخين قبل الزراعه. وبعد كده حتى لو رجع للتدخين يعني يفضل ان احنا ما ندخلش، بس لو فرضنا ان احنا رجعنا للتدخين بتبقى النسبه اقل جدا من نسبه التدخين الطبيعيه علشان نحافظ على الزراعه. فمثلا لو مريض لا قدر الله بيتعرض للاشعاع او العلاج الاشعاعي او العلاج الكيماوي، ساعتها ما ينفعش الزراعه. ولكن الاسباب اللي كانت زمان ما بنقدرش نعمل ساعتها زراعه بسبب الفم والاسنان، مريض ما عندوش عظم طبيعي محتاج زراعه عظم صناعي، الكلام ده كله دلوقتي التطور بقى يعني بفضل الله ما فيش حاجه ملهاش حل. بس خلينا نقول ان كل حل وليه تكلفته وليه مدته وليه اجراءه الجراحي اللي ممكن يكون اكبر من المرحله اللي قبله. يعني مثلا زمان لو حد ما عندوش عظم طبيعي خالص كنا ممكن نقول له لا حضرتك ما ينفعش تعمل زراعه، ويا اما تلجا للتركيبات الثابته يا اما التركيبات المتحركه زي الاطقم وكده. لا دلوقتي بقينا نقدر نجيب عظم طبيعي من اي منطقه في الفك ثريه بالعظم الطبيعي ونزرعها في المكان اللي العظم الطبيعي فيه قليل، وبعد فتره نحط الزراعات بتاعتنا بشكل سهل جدا. طيب الناس اللي كان عندها هبوط في الجيب الانفي بقينا بنعمل رفع للجيب الانفي. الناس اللي كان عندها العصب قريب من المنطقه بتاعه الزراعه بقينا دلوقتي بنقدر نجنب العصب ونزرع في المكان ده. برضو اجراء مش سهل بس بقى بيتعمل، وبقى ناس كتيره بتقدر ان هي تزرع. والليميتيشن او الصعوبه في زراعه الاسنان اللي كنا بنواجهها زمان دلوقتي بقت اسهل كتير طالما المريض ما عندوش اي مشاكل صحيه كبيره تمنعنا من زراعه الاسنان.